اول حاجه يا جماعه بنختار نوعيه فول. الفول اللي هو بيبقى عريض ولونه فاتح بالشكل ده. الفول ده انا نقعته في ميه بيتنقع اكتر من ساعتين يعني، بس ما تسيبوهوش من بالليل للصبح. يعني اول ما تلاقي الفول حجمه تضاعف بالشكل ده على طول يبقى هو كده تمام. ما تسيبوهوش لحد لما القشره بتاعته تطلع، او من بالليل للصبح تبقى مده طويله جدا، يعني معاكي حوالي 4 ساعات او 5 ساعات هتلاقيه اتعمل معاكي. معايا حوالي معلقتين فول مدشوش، معلقتين عدس، طماطم وفلفل، وحوالي كام فص توم كده، وجزرايه مبشوره. طبعا انا هقول لكم في اخر الفيديو السر بتاع فول المطاعم وازاي بيطلع معاهم حلو جدا، وما بيحطوش كل الاضافات دي على فكره. دي طبعا القدره بتاعتنا اللي احنا بنحط فيها الفول. اللي ما عندوش دي وعايز يحطه في حله ممكن تحطيه في حله بس الومنيوم، دي الومنيوم برضو. ولو ليها غطا بايركس او في فتحه او الكلام ده كله تقفلي الفتحه كويس قوي. فهي نفس الطريقه هتنفع مع القدره دي، ونفس الطريقه برضو هتنفع معاكي مع الحله. وزي ما قلت لكم فول المطاعم ما بتحطلوش اي الاضافات دي خالص، بس كل اللي بيتحط الفول وعليه ميه. احنا بقى هنا بنعمل فول ليه قيمه غذائيه عشان السحور، فبنحط بقى فلفل، طماطم، توم، في ناس بتحب تحط بصل، وهنحط جزر، وفي اللي بيحب يحط قمح او بيحب يحط حمص الشام او بسله ناشفه. يعني كل واحد على حسب الطريقه اللي بيحبها، بس دي الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، يعني بتبقى حلوه جدا جدا. هاخد الحاجات دي كلها واحطها على النار. على فكره مقدار الميه حوالي مقدار اصبع ايدك فوق الفول، اصبع كله. هاخد دلوقتي احطها على نار عاليه لحد لما تغلي معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. الطريقه دي حلوه جدا يا جماعه. انا بصراحه بلاش موضوع البيكنج باودر ولا الكربونات ولا الحاجات دي، واختاروا نوعيه فول كويسه. بلاش الفول يبقى لونه غامق او صغير، ما بيبقاش حلو وبيبقى اسود. واختاروا كمان خضار حلو، يعني حطوه كده عشان يديكوا طعم حلو قوي. انا ما جربتش موضوع الصلصه، بس ما بحبش احطها لان الفول بيقعد فتره طويله سواء صلصه او خل او بيكنج باودر، يعني بيهري الالومنيوم نفسها. والالومنيوم بتاعت القدره دي بتكون تقيله وتخينه عشان تديكوا نتيجه حلوه. طبعا انا كده غطيتها وعليت عليها النار، وهسيبها لحد لما تغلي. تقريبا هي دلوقتي بتغلي معايا بالشكل ده. هنا بقى يا اما تحطوها على السخان الصغير بتاع الكهرباء، يا اما هنا هنحط الشياطه تحت القدره دي ونوطي عليها النار خالص شمعة، يعني على اصغر عين بوتاجاز عندكم هنحط عليه الشياطه. وبعد كده نحط القدره عليها ونسيبها حوالي 6 ساعات. بس هفتح الشفاط بقى بتاع المطبخ واسيبه، لان ريحه الفول في البيت بتبقى قويه جدا جدا وبتقعد فتره طويله. هنا بقى هقول لكم سر المطاعم في الفول. هو ما بيحطش اي حاجه ولا طماطم ولا الكلام ده كله، هما معلقتين دقيق وعليهم شويه ميه زي ما احنا بنعمل المهلبيه بالظبط. بتعمل ربط، يعني ده بديل للرز يا جماعه. في ناس كانت بتحب تحط رز كركم معرفش ايه، هو الدقيق بديل لاي حاجه. اول ما القدره بتاعتنا بتبقى خلاص قبل ما تستوي بنقلب فيها الدقيق كويس جدا وبنوطي عليها شويه، وبعدين الفول بيطلع بالشكل ده. اكرمكم الله بالعفو والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.